الاهلي خسر وكسب نص مليار وشباب اليد يواصلون التألق. رسميا الاهلي يودع كاس العالم للانديه ويكسب نص مليار. الاهلي بيودع كاس العالم للانديه من الدور الاول باحتلال المركز الرابع والاخير في المجموعه الاولى برصيد نقطتين بعد التعادل مع انتر ميامي الامريكي في مباراه الافتتاح 0-0 والخساره امام بالميراس البرازيلي 2-0 والتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراه تاريخيه. رغم الوداع المبكر من الدور الاول فاول نسخه للمونديال في النظام الجديد الاهلي حصد 575 مليون جنيه من المشاركة. الاهلي وهو خسران بيكسب 11.5 مليون دولار ما يوازي 575 مليون جنيه عوائد المشاركة في المونديال بواقع 9.5 مليون دولار قيمة المشاركة و2 مليون دولار قيمة التعادلين واللي حققهم في البطولة. يعني الاهلي كسبان من المشاركة في البطولة ورغم ان كان في فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني والاهلي اهدرها بطريقة غريبة وعجيبة ولكن التعويض المالي كبير ودول نص مليار يعني. نجوم الاهلي غاضبة من الشناوي بسبب رباعية بورتو بعد نهاية مباراة بورتو البرتغالي بالتعادل 4-4 في كاس العالم للأندية. حصل في غرفة الملابس كلام من اللعيبة على ان الاهداف الاربعة اللي دخلوا في الفريق دي مسؤولية الشناوي بنسبة كبيرة وان لو كان في حالته ما كانتش الاهداف دي دخلت مرمى النادي الاهلي. لعيبة الاهلي اظهرت غضبها من الشناوي وعلى الاقل كان في جونين ممكن يمنعوا وده ما حصلش وكان رد الشناوي على اللعيبه ان اخطاء الدفاع هي السبب وان الفرص اللي ضاعت ضيعت مكسب تاريخي. وهنا اتدخل محمد يوسف المدير الرياضي وطلب اللعيبه بوقف اللوم وده بناء على تعليمات المدرب الاسباني واللي حمل كل اللعيبه المسؤوليه في ضياع الفوز. منتخب شباب اليد يتاهل لربع نهائي بطوله العالم للشباب. كره اليد دايما كبار. النهارده الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره منتخب الشباب هيواجه منتخب المانيا في تاني مباريات الدور الرئيسي لبطوله العالم للشباب والمقامة حاليا في بولندا. في مباراة تحمل طابع مثير من جانب المنتخب المصري فهي مباراة من أجل صدارة المجموعة الأولى والابتعاد عن البرتغال في ربع نهائي كأس العالم. ومن ناحية المنتخب الألماني فهي مباراة مصرية من أجل التأهل إلى ربع النهائي. منتخب مصر فاز في الدور الرئيسي في أول مباراة على سويسرا 28-25 وألمانيا وأسبانيا تعادلوا 35-35 والنهاردة منتخبنا هيلعب هو ضامن التأهل ولكن ألمانيا عايزة تكسب عشان تتأهل وفي الناحية التانية أسبانيا بتواجه سويسرا ومنتظرة فوز الفراعنة عشان خاطر تتأهل. هم دول فراعنة اليد مصدر السعادة الحقيقي. إن شاء الله المنتخب يواصل مشواره وينافس على اللقب. اتحاد الاسكواش يحارب عشوائية التدريب. الاتحاد المصري للاسكواش بياخد خطوات علمية حقيقية لتطوير اللعبة وأصدر تعليمات واضحة وصريحة. مفيش مدرب هيتواجد في البطولات المحلية رسميا إلا بعد الحصول على الشهادات والرخص التدريبية المعتمدة. الاتحاد الاسكواش بيواجه العشوائية في التدريب إن في عدد من المدربين كتير بيشتغلوا بدون رخص وعشان كده أصدر بيان رسمي واضح مفيش تواجد للمدربين بدون وجود الرخصة الدولية المعتمدة وده بداية القضاء على العشوائية والعمل بطريقة علمية. خلصنا حلقتنا النهاردة. استنونا في الجديد وما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات. سؤال حلقتنا النهاردة تقييمك لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.